بص بقى النهارده الدرس الثالث من سلسله التصميمات بتاعت السوشيال ميديا اللي احنا عملناها. لو اتفرجتش على الحلقتين اللي فاتوا هسيبهم لك تحت في الوصف. النهارده ان شاء الله معانا تصميم جامد من الاخر وفي تريكات جامده جدا. هنعمل التصميم اللي قدامك ده من شويه صور دي. كل ده هتتعلمه درس قوي جدا، فخليك معايا. طب هنفتح سريعا الفوتوشوب وهنيجي هنا على فايل نيو وهنختار تصميم 1920 في 1080 ريزوليوشن 72 ونعمل كرييت. بعد كده نفك القفل وهنيجي هنا نختار اللون بتاع الديزاين نفسه. هنيجي هنا على adjustment layer solid color ونختار لون غامق شويه، ممكن رايح للبني بالشكل ده، ولو احتاجنا نظبطه بعد كده هنظبطه. بعد كده عايزين نعمل البيز الارض اللي هيتحط عليها الفرايد تشيكن. هنيجي هنا نعمل لاير جديده ونيجي هنا بالبين تول اختصارها بي، ونيجي هنا نعمل باس بشكل الارض اللي انا عايز اعملها. طبعا هي لها كام طريقه، ممكن نعمل اي طريقه منها. والمهم بعد ما اخترت البين تول اختار هنا شيب، هي هيكون على باس ان هو يعمل لك باس مسار بالشكل ده كده. تمام، فهو ده شكل الارض اللي احنا عملناها. بعد كده سريعا هنروح نجيب الفرايد تشيكن علشان نبني التصميم بتاعنا وهنحطه بالشكل ده. ممكن نميله ميله بسيطه كده. طيب انا محتاج ان انا اروح للسوليد كار تاني، عايز اغمقه اكتر. تمام. طيب بعد كده عايزين نعمل شادو للفرايد تشيكن من تحت. هاجي هنا تحت اللاير فرايد تشيكن، تعال نشيل الباس ده خالص. بعد كده هاجي على اللاير دي، اللاير بتاعت الفرايد تشيكن، هاجي هنا لاير تحتها واعمل نيو لاير. طب خلينا نعمل ظل بطريقه تانية. خلينا نجيب هنا الشادو ونختار اليبس تول ونبدا نعمل دايره كده بالشكل ده ونختارها لونها اسود. اسود ماشي من هنا. تمام. بعد كده هننزلها تحت التصميم ونيجي هنا نحركها شويه. بعد كده هاجي اقف عليها وهاجي هنا على فلتر بلور موشن بلور، ماشي، نقول له كونفيرت تو سمارت اوبجكت. وبعد كده ابدا ازود بالشكل ده. هتلاقي عمل لك حاجه شكل الشادو، هلاقيه هنا تقيل شويه، ممكن نخفف اوباسيتي سنه وابدا احركه شويه تحت الساندوتش كده. ممكن نصغره شويه وندوس اوكي، فتلاقي عمل شادو. فدي طريقه برضو. تاني حاجه تعالى نجيب الشكل اللي هو بتاع حاجه فيها افتتاح او كده ونبدا نعملها كده ونطلعها فوق لاير الساندوتش. احنا عايزين نبدا نشكلها على شكل ساندوتش. طيب تعال نظبطها كده الاول بس بشكل مبدئي وبعدين نبدا نعدل عليها. تعال نصغرها شويه. طيب هاجي هنا وانا واقف على اللاير، وانا واقف على اللاير هروح هنا على ايديت واختار بابت وورب، هيقسم لي العبايه بالشكل اللي انت شايفه ده. طيب هبدا استخدمها ازاي؟ تعال نقلل الاوباستي شويه علشان عايز اشوف الساندوتش بالشكل ده كده. تبدا تدوس نقطه، فانت كده ثبت النقطه دي. النقطه دي مش هتتحرك معايا، وابدا ادوس نقطه هنا تانية وابدا احركها الفها حوالين الساندوتش بالشكل ده. هلاقيها طلعت من هنا. ضيف برضو نقطه وشد شويه. طيب اجي هنا بعد كده ممكن تضيف هنا نقطه وتلفها حوالين الساندوتش بالشكل ده. كل الجزء ده، كل الاجزاء اللي بانت دي ممكن نظبطها بعد كده. انا بس عايز اعمل ايه، امشي عليها كده بالشكل ده. خد وقتك في الموضوع ده وتحاول تحافظ شويه على ابعاد العبايه دي انها برضو ما تبصش. طيب احنا كده تقريبا وصلنا لنقطه كويسه. خلينا بس نحرك البين ده فوق وده نفس الموضوع وتحركها من هنا شويه. ممكن تحط نقطه في الاماكن اللي انت عايز تحط فيها نقطه زياده، حط عادي مفيش مشكله. فده كده ايه شكل كويس. ممكن ندوس انتر ونبدا نعمل كنترول تي، نبدا نحركها شويه فوق. اول ما تدوس كنترول تي بترجع تاني تعدل، ولكن ما تدوس انتر تبدا تظبطها تاني. في هنا جزء محتاجين نعمله شويه. خلينا نبدا ندوس على الفلتر ده علشان نبدا نعدل عليه تاني. ممكن نشد النقطه دي او ممكن نحط نقطه جديده ونشدها كده بسهوله خالص وبدون اي تعقيد. ندوس انتر. بعد كده نزود الاوباستي بقى خالص تاني بالشكل ده كده. نبدا بقى نعدل بعد كده ونحط الشادو والكلام ده كله، ما تقلقش يعني، بس احنا بنحط بس العناصر الاساسيه معانا. طيب هاجي هنا على باكت البطاطس
وابدا احطها كده في التصميم، نخليها تحت لير الساندوتش بحيث ان هي تكون ورا سنه، مش هنكبرها قوي علشان مش ده الهيرو بتاعنا، هي بس حاجه زي كماليات. برضو عايز اعمل لها الشادو بتاعها، ممكن نفس الموضوع اجي هنا اعمل الشادو بالشكل ده واختار اللون الاسود، وهنكرر نفس الموضوع تاني. خليها الاليبس ده تحت باكت البطاطس، وبعد كده هنيجي على فلتر بلور موشن بلور. كلها حاجات سهله وخطوات سهله جدا هتكررها مره في مره. طيب خلينا نقلل نزودها بالطريقه دي، تمام. بعد كده نبقى نصغر حجمها، ندوس كنترول تي، لازم نصغر العرض بتاعها شويه لان حاسس انها طالعه بره الباكت قوي من هنا ومن هنا. طبعا في اكتر من طريقه احنا شرحناها اصلا في الكام درس اللي فاتوا، وبنحاول كل درس نقول حاجه جديده. طيب محتاج اعمل كونتاكت شادو يكون فيه لون اسود بالشكل ده تحت باكت البطاطس علشان يبقى شكله واقعي اكتر. خلينا نعمل هنا نيو لير، وتيجي هنا بالبرش وتختار اللون الاسود وتخبط خبطه كده. بعد كده هتاخد ده وتنيمها شويه عشان يبقى شبيه بالظل، وتدوس انتر وتحركها تحت الباكت كده، وممكن نزود عرضها اكتر. ده حاجه اسمها الكونتاكت شادو، بيكون مع تلامس الاجزاء او تلامس اي جسم مع الارض. اما الاولى اللي احنا عملناها ده يعتبر ديستريبيوشن شادو، بيكون خفيف شويه ولكن بيكون موزع على مساحه اكبر. طيب هاجي هنا على الجزء بتاع البطاطس اكتر برضو، الجزء ده من تحت هيكون فيه ظل شويه. خلينا نعمل هنا نيو لير يبقى يكون فوق الجسم، ونيجي هنا بالبرش وهتمشي على البرش كده من تحت، ولكن هنا هتيجي على اللاير علشان الشادو ده يتعمل على البطاطس بس. هنيجي هنا ندوس الت ونخليها على باكت البطاطس بس وندوس كليك، هتبقى تعمل كليبنج ماسك. طيب كده الشادو تقيل، ممكن نخففه شويه ونيجي هنا على البلندنج مود، ممكن نغيره ل اوفرلاي، ممكن نزود تاني الاوباستي شويه، فهو ظهر كده ايه بالشكل ده، يعني فيها واحي انها شادو بس خفيف شويه كده افضل بكتير. طيب احنا ممكن باكت البطاطس ده نحس ان هو بعيد عن الارض شويه، سوري انا عملت على حاجه تانية كنترول تي، ممكن ننزلها شويه علشان تحس انها ملامسه للارض اكتر بالشكل ده كده، تمام قوي. طيب بعد كده خلينا نيجي هنا بعنصر النار اللي هيبقى ورا. طيب هتيجي هنا الاول تخلي البلندنج مود بتاعها سكرين عشان نشيل الاسود من الصوره. اي صوره اوفرلاي خلفيتها سودا نخليها سكرين هتشيل لك الجزء اللي ورا. طيب عايزين نحطها بالشكل اللي قدامنا ده. طيب وتحاول عايزين نخليها تحت الخلفيات خالص علشان تبقى من ناحيه ورا بالشكل الجميل قوي ده. طيب عايزين نشيل كميه الدخان، او انا حاسس انها اوفر كده من فوق. خلينا نعمل هنا ماسك ونيجي هنا بالبرش اللون الاسود وابدا امسح شويه كده، بس عايز اقلل الاوباستي شويه واقلل الفلو شويتين وابدا امشي كده. سوري انا عملت ماسك اصلا على حاجه تانية. نعمل هنا ديليت ونيجي هنا لللاير بتاعتنا تاني نعمل عليها ماسك، وبعد كده تبدا تمسح. معلش يا جماعه هو رمضان بس، فاحنا ايه خلينا نمسح شويه الدخان ده مش قوي يعني، فممكن هنا اصلا نعمل كنترول تي وننزلها تحت شويه. انا مش محتاجه تكون عاليه قوي للدرجه دي، عايز بس النار يكون من تحت، تمام. بعد كده خلينا نجيب الشارزه دي اللي هي الشارزه بتاع النار ونحطها برضو هنا، هتعمل لنا شكل حلو. وبرضو ده اوفرلاي نعملها سكرين علشان نشيل الخلفيه السوداء، فعملت لي التأثير الحلو قوي ده. شوف النار كده ممكن نصغرها اكتر عشان مبين انها كبيره قوي اهي مع النار كده. برضو انا حاسس ان في ابيض من هنا، ممكن نيجي نعمل هنا ماسك برضو ونختار البرش باللون الاسود وابدا اشيل ابدا اشيل الاسود ده بشكل عشوائي كده. كده جميل قوي، وصلت لمرحله حلوه جدا. طيب فاضل ايه تاني؟ تعالى نجيب اللوجو بالمره، وبعدين عشان نبدا نظبط بقى الاضاءات والخلفيات وخلافه والحاجات اللي هي الجميله بقى اللي بتعمل دمج للتصميم كله مع بعض.
طيب خلينا نبدا نعمل ايه. نيجي هنا على الخلفيه، عايزين نبدا نغمقها شويه بالشكل ده. طيب ممكن نعمل هنا نسود الباك جراوند او نسود التصميم من الاطراف علشان يبقى التركيز كله على الجزء الساندوتش فرايد تشيكن. خلينا نعمل هنا نيو لير، واجي هنا بالبرش وابدا ارسم لون اسود كده شويه، وخلينا نعمل كنترول تي نبدا نسحبه تحت بالشكل الحلو قوي ده. طيب ممكن اعمل برضو نفس الموضوع ده من تحت، نيو لير وابدا ارسم هنا. طيب هو ما ظهرش ليه؟ عشان عايزينه فوق هنا التصميم برضو، ونعمل هنا كنترول تي ونزوده بالشكل الحلو قوي ده. طيب عايز ابدا اعمل الشادو والظلال اللي هتيجي من النار على الساندوتش والجزء الارضيه اللي ورا. طيب عايز اعمل ايه؟ مثلا تعالى نمسك باكت البطاطس دوت، المفروض فيه نار ناحيه ورا، فهتدي لمعه شويه على البطاطس. طب عايزين نعملها ازاي؟ هنيجي هنا على الباكت البطاطس عشان ابدا احدده. يا جماعه انا قلتها في كذا حلقه قبل كده، بتدوس على العنصر بتاعك كليك يمين وبيكون هو اول واحد، فبتحركه بالشكل اللي انت شايفه ده. طيب لو عايز اعمله للساندوتش كليك يمين هو اول واحد، وابدا احرك بالشكل الحلو قوي ده. تعال نرجع لباكت البطاطس تاني، خلينا نعمل لير فوقه، وبعد كده بالبرش خلينا نختار اللون بتاع النار ده بس نفتحه شويه اكتر، وتيجي هنا على الباكت البطاطس من فوق كده ومن الاطراف، اللي هو الجزء اللي هيكون عامل خلفيه للنار بالشكل الحلو قوي ده. وتعملوا للبطاطس بس، يعني تعملوا برضو كليبنج ماسك علشان يعمل على البطاطس بس بالشكل ده كده. طبعا خلينا نغير البلندنج مود بتاعه بالظبط، نخليه كولر بيرن. شفت الكولر بيرن عمل ايه؟ في لمعه، تعال نرجع ورا شويه، في لمعه فعلا في النار ظبطت الموضوع اكتر. طيب تعال نعمل نفس الموضوع على الساندوتش، سوري كليك يمين رحنا للساندوتش، خلينا نعمل لير برضو من فوق نكررها. انا بقى بكرر معاك الخطوه على اكتر من عنصر علشان تثبت معاك. يا ريت تطبق معايا، انا هسيب لك كل الصور تحت في الوصف تطبق معايا اول باول، وكل حاجه انا هستخدمها في التصميم هسيبها لك تحت. خلينا نجيب هنا البرش وابدا امشي على حواف برضو بنفس اللون، خلينا ممكن نفتحه اكتر، خلينا نمشي كده الساندوتش كده من فوق على الاطراف. كل الاجزاء اللي هتسمع بالنار او النار هتيجي عليها هنجيبها. بعدين برضو نعمل كليمنج ماسك على الساندوتش كده، عمل بالشكل حلو قوي ده. بعد كده هنعمل البلندنج مود نخليه برضو، ممكن نخليه لينير بيرن. انت الكلام ده، طب البلندنج مود عامه لازم تجرب كل حاجه وتشوف احسن حاجه هتديك النتيجه اللي انت عايزها وبتختارها، يعني مش ملهاش حاجه واحده، يعني ممكن نختار ده شويه. طيب بعد كده عايزين نشوف الفاير ده نتيجتها ايه على الارض اللي هي على السندوتش، هيكون برضو هتدي لمعه. طيب هنيجي هنا على سوري، نجيب هنا بالموف تول كليك يمين نروح للشيب بتاعنا ده ونيجي نعمل لير فوقيه. بعد كده هتيجي بالبرش برضو نفس اللون بتاعه النار ونفتحها شويه. اي فاير عايز تعمله او اي اضاءه لازم يكون نفس اللون بتاع الاضاءه وتفتحه اكتر. بعد كده هتيجي هنا على التصميم وهتبدا تمشي، خلينا نصغر بقى، خلينا ماشي نوسعه، وبعدين هنعمل واحد تاني افتح منه ونعمل برضو كليبنج ماسك علشان ما يطلعش بره التصميم بالشكل الحلو قوي ده. خلينا نخليه بالشكل ده، خلينا نعمل لينير بيرن. وهنعمل بقى واحد تاني، هنعمل لير تانية برضو نخليها كليبنج ماسك، ونجيب البرش ونفس اللون ونخليه ماشي هو الافتح، او نخليه لون ماشي نخليه هو الافتح نجربه، ونجيب البرش ونصغرها شويه. هنمشي بقى على حواف الارض دي اللي هو بتدي شرزه كده او لمعه معينه خفيفه، ولكن هي هتفصل ما بين الاتنين مع بعض بالشكل ده كده. خلينا نغيرها البلندنج مود، عايزين حاجه افتح شويه بالشكل ده، دي حلوه جدا. خلينا نعمل نفس اللير الناحيه التانية برضو نيو لير بالبرش، خلينا نرسم الاولى. هنبدا نمشي هنا كده، ممكن نغمق اكتر عشان الحته دي فاتحه. طبعا هي مش تظهر علشان لازم نغمق اللي بعدها. خلينا نيجي هنا للفتحه، شفت عامله ازاي؟ فتحس فعلا ان النار راميه على الارض. ونيجي هنا نزود الفرشه شويه ونختار اللون الاغمق ده ونبدا نمشي
بالشكل ده. طبعا هي التانية اختفت، احنا هننزل اللاير تحت فهتظبط معانا. تمام اوي كده. خلينا ننزل ده تحت ده عشان تبدأ تظهر بالشكل الجامد اوي ده. طيب انا لو معايا اللاير الحمرا دي، فين اللاير الحمرا دي؟ ممكن نقللها شوية، وممكن نقلل الفيل بتاعها شوية بحيث انها تكون رامية سنة صغيرة بالشكل الجامد اوي ده. كده انت عملت الإضاءة على الأرض. طيب عايزين الجزء السندوتش من قدام، عايزين نبدأ نديله كولر شوية، او ان هو يكون المفروض النار من ورا فرامية عليه من الحواف، ولكن الجزء الامامي المفروض يكون مظلم شويه. طيب خلينا نيجي نعمل حركه حلوه، نروح هنا على اللاير بتاعتنا ونخليها ماشي من فوق، ونخليها كليمنج ماسك، ونيجي هنا باللون، ممكن نعمله باللون بتاعه النار مفيش مشكله، ونبدا نمشي على السندوتش من قدام كده مش من الاطراف، ونخليها هنا اوفرلاي فهيبقى معاك بالشكل الجامد. ممكن نقلل الاوباستي شويه ونقلل الفيل حبتين، وتعالى كده نشوف التصميم. نطق في الوان كده باهته اللي هو النار عكس على الموضوع ده. طيب فاضل الجزء اللي هو العبايه ده، سوري. نيجي هنا على جزء العبايه ده، خلينا نعمل له شادو هنا على الارض، نعمل نيو لاير وننزلها تحت. بعد كده ممكن نعمل شيب او ممكن نعمل بالبرش، انا اديتك الطريقتين، اعمل اي واحده انت عايزها. ونيجي هنا باللون الاسود، اديتك الطريقتين، خلينا نعمل هنا نجيب البرش ونختار ماشي اللون الاسود، ونصغر الفرشة شوية، ونبدأ نعمل واحدة كده بالشكل ده، ونبططها كده شوية، نبدأ نحطها كده ايه تبقى حاجة خفيفة. بص الحاجات دي بتفرق جدا. طيب ايه تاني بيفرق؟ احنا جزء العباية ده وهو نازل على السندوتش المفروض يكون هو عامل ظل شوية على السندوتش. تعالى هقول لك نعملها ازاي لو انت مش فاهمني. هنا محتاجين، بص احنا محتاجين الكرتن ده يكون اللاير دي تكون تحت العباية نفسها، فدي العباية فتمام اوي كده وفوق السندوتش. طيب هتيجي هنا باللاير بقى الاسود، وهتبدأ تمشي على الحواف في اللاير دي كده. المفروض ده جزء ظلال العباية بترميه على السندوتش كده بالشكل الجامد اللي انت شايفه ده. نخليه هنا مالتبلاي او دارك، بيكون حاجة مش باينة ولكن هي بتفرق جدا في التصميم وبتظهر. شفت تحس انها لا رامي ظلال. انا هسيب لك الفونت ده برضو موجود تحت عشان لو هتنزله. هنطلع اللاير فوق خالص، فانا هسيب لك البتاع ده تحت. خلينا هنا نغير اللون بتاعه للون خليه الاصفر، خليه الاصفر ده، خليه الاصفر. وبعد كده هندوس كنترول تي ونبدا ندوس كنترول ونبدا ننزل الجزء ده شويه مش قوي كده، ونطلع ده شويه كده ونجيبه كده شويه بعيد عن الساندوتش، فكده كويس قوي. تعال ناخد منها كنترول جي ونبدا ناخد منها نسخه، خلينا نصغرها اكتر، خلينا نعملها لون ابيض وبعد كده نصغرها، نبدأ نحركها كده فوق، نصغرها شوية كمان، ونكتب ايه سوبر ديليشيوس بالشكل الحلو قوي ده. تمام، انا هسيب لك الفونت ده تحت عامة. طيب احنا ممكن نيجي بقى نعمل ايه؟ ممكن نيجي نعمل اللاير جديدة، ونيجي هنا بالباس برضو يكون هنا في لون شيبس. الاول تجيب شيبس عشان تعمل شكل، وبعد كده ممكن نجيب اللون الاصفر شويه ونبدا نعمل بقى اشكال. خلينا نعمل ايه، نبدا كده ايه حاجه شبه قطرات الميه شويه. بعد كده تعالى ناخد منها كنترول جي بالشكل ده، ونحاول نغير الاتجاه بتاعها شوية، ممكن نصغرها سنة صغيرة تدي بس شكل جمالي شوية.
تعال نغير لونها. تيجي هنا هتدوس دبل كليك على اللاير، وتيجي هنا على كولر اوفرلاي ونخليه لون ابيض. وخلينا ناخد الاتنين كنترول جي كنترول تي وناخده من الناحية التانية هنا كده، كليك يمين فليب هوريزونتال قلبناهم، بعد كده دورناهم بالشكل ده وتدوس اوكي. في النهاية هو ده الشكل بتاع التكست، اكيد شكل كويس جدا. لو عجبتك الحلقه دعمنا بلايك وشوف الحلقات اللي فاتت. هسيب لك هنا حلقتين تحت في الوصف لازم تتفرج عليهم، فيهم تريكات حلوه جدا، وتابعنا في السلسله علشان تنزل اي درس جديد. السلام عليكم.